هاد مول الفران اللي كتشوف فيه بسبب 20 درهم، وجوج شقفات ماشي حتى ورقه عندهم نفس القيمه، ولكن الحلال راه ماشي بحال الحرام. خلي طريطو دخيتي وخلي يدبر ليه في سنين طويله في الحبس. قال لك ديرها في الرجال ونساء، وديرها في النساء ولا تنسى. كيفاش قال يدير 20 درهم؟ 20 درهم خدوز الحبس. ترى ما يمكنش، راه الله يحفظكم الخوت من بحال هادي وصافي. قال يدير هاد النهار غادي تمشي بينا لدار بعيده، نهار 2008-9-18، ومع السادة العشيه غادي يوصل البوليس واحد البلاغ عاجل باللي شي ناس جابوا واحد السيد ومراته اللي حامله في واحد الحاله يرثى لها بسبب شي حاجه كلوه ماشي تليه. البوليس في البلاصه قصدوا السبيطار، لقاو المراه للاسف ماتت. الجنين اللي كاين في كرشها، والراجل كاو تشلل كاع، كان بين الحياه والموت. البوليس سقسوا الطبيب اللي كان مشرف على المراه والراجل، واش هذا شي حاجه كلوه هي اللي سبت لهم في هادشي؟ قال لي الطبيب لا هذا ماشي تسمم غذائي، لقيناهم واكلين واحد الماده اللي مسمومه بزاف وقاتله، ولكن باقي ما عرفناش شنو هو السميه ديال هاد الماده بالضبط لحد الان. كنتسناو الامر ديالكم باش نقوموا بالتشريح. ونهي البوليس سقساو على الحاله ديال الرجل، لربما عاش يعرفوا شنو هو السبب ديال داكشي. قال لهم الطبيب بلي تا هو حالته خطيره، الا جاب الله وقدر يتغلب على داكشي اللي كلا غادي يكمل اللي بقى ليه في حياته. للاسف هو مشلول. الطبيب اكد البوليس بلي السيد ومراته كلاو داكشي وماشي شربوه. المهم من بعد فحوصات قدروا البوليس يعرفوا السميه ديال الماده اللي سالت مع دوك جوج ضحايا، الام والابن ديالها اللي كان في الكرش. الراجل مازال باقي ما عرفناش شنو وقع ليه. وهنايا البوليس مشاو للكولوار ديال السبيطار وسولوا العائلات ديال دوك الضحايا، ولين لقاهم غير كيبكيو مصدومين من داكشي اللي وقع. قال لهم الاخ ديال الضحيه خالد، انا ووالديا عايشين في الطاج الاول، وخويا خالد لو وقع على هادشي تزوج بواحد السيده سميتها وسيمه، كانوا ساكنين في الطاج الثاني وكانوا هاني ما عندهم حتى شي حاجه اللي ضاره. واليوم مع 3 ديال العشيه طلع خويا باش يتغدى مع مراته كيف العاده اللي وقع عليه الشيء. شويه حنا في الطاج لتحت كنسمعوه كيعيط علينا بواحد الصوت وهو مخنوق بزاف. طلعت كنجري لقيتو طايح قدام الباب الدار وشاد من كرشو ومغيب. بقيت كنعيط على مراته ولكن ما جاوباتنيش، وانا كندخل نقلب عليها ياك ما حتى تكون واقع على شي حاجه، حتى كنلقاها طايحه في الكوزينه ومغيبه حتى هي. وتعاونت مع والدي حتى هزينا من الطوموبيله ديالي وطرت بهم للسبيطار، والباقي راه في راسكم هتشاف. البوليس هنايا قصدوا الدار ديال الضحايا فلوه مزيان، كان الطبله كما خلوها يعني فين كلاو باقي ما مجموعاش. فاش دخلوا الكوزينه وداروا التحقيق ديالهم اكتشفوا بان اللي وجد هاد الماكله هي السيده اللي توفات نيت. استغربوا بزاف علاش زعما غادي تصفيها الراجله وتصفيها حتى راسها وهي حامله في شهر السابع. قالوا البوليس لا هادشي ما كيدخلش العقل، كاينه شي حاجه تما اكيد القضيه فائنه. البوليس خداو عينه من كل شيء، من العطريه باش طيبت السيده، من الخبز اللي كان ديال الزنقه، وحتى من السردين اللي شاط في اللاطه. كل شيء داز المختبر وداروا ليه تحليل، ما لقاو حتى شي حاجه في الخبز ولا في العطريه، ولكن لقاو واحد الماده في اللاطه ديال السردين اللي كانوا كياكلوا منها. البوليس رجعوا للدار عاوتاني بداو التحقيقات ديالهم، والتحقيق هذا مازال تعقد حتى اكتشف واحد المحقق ان الضحايا كاع ما عندهم فران كبير كاع اللي تخشى فيه ديك اللاطه كامله. هبطوا دار الوالدين ونفس القضيه ما كانش فيها شي فران. من بعد غادي يكتشفوا البوليس بان اللاطه طيبه في الفران ديال الزنقه. قصدوا في البلاصه ولقاو الفرناشي اللي كان سميتو محمد، مزوج وعنده وليدات، وكل شيء كيقول لي داخل سوق راسو وعمر شي واحد تشكى منه، وكان مخدم معاه واحد الدري اللي عنده شي 17 عام بحال هكا كيتسخر ليه ويعاونو. والفران ملي شاف البوليس كيقلبوا ليه دارو، دخلوا على غفله ما فهم والو، ولكن في نفس الوقت كان كيبان عليه مخلوع. البوليس في الاول فلاو الفران كامل وفلاو حتى الدار ديالو، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه اللي كدينو. قال لهم الفران اش واقع علاش كتقلبوا؟ البوليس قالوا لي حتى الكوميساريه وغادي تعرف كل شيء، وداو معاه حتى الدري اللي مخدم معاه، بقاو كيستجوبوا فيهم كل واحد فيهم. البوليس سقساو مول الفران على الضحيه وسيم، قال لهم عرفتها. قالوا لي طيبات عندك اليوم لاطه ديال السردين؟ قال لهم علاش؟ قالوا لي درتي لهم شي حاجه في الماكله يا راجله. مول الفران السيد كيحلف ويعاود باللي كيطيب الناس خبزهم وماكلتهم من زمان وما عمرو قرب ليهم الماكله ديالهم، وانه قليل فين كيزيد غير شويه ديال الماء الا نشفات الماكله في الطياب. البوليس لاحظوا بان السيد مخلوع، وبطبيعه الحال غيكون مخلوع، وهنا يشكوا فيه. قرروا يخلوه من الفران في الحبس الاحتياطي، وقرروا يستجوبوا الدري الصغير اللي خدام معاه، ربما يكون شاف شي حاجه وساكت حنت خايف. واحد شويه دور الطبيب البوليس وقال لهم باللي خالد حتى هو الله يرحمه يعني العائله كامله مشات.
بوليس اسفوا لهاد القضيه. المهم بوليس سقسوا الدري الصغير وقال لهم انا ما عندي حتى شي دخل في هادشي كامل، انا غير كنسخن مول الفران، حتى من الماء ما عمري زدتو الماكله. ولكن لاحظوا البوليس باللي الدري كان كيدخل يخرج في الهضره، كانت باينه فيه عارف شي حاجه، والبوليس راه ميمكنش دوز عليهم. هنايا قالوا لي غير اعترف، وعليك الامان اللي في عمرك راه كاع ما كندخلوهم للحبس كاع، الا عارف شي حاجه قولها لينا باش المجرم يتعاقب على فعيله. المهم بقاو كياكدوا عليه حتى قال لهم شكاين. قال لهم واحد النهار كنت مسخر مول الفران وهي تعيط عليا فوزيه. قالوا لي شكون هي فوزيه؟ قال لهم فوزيه صاحبه وسيمه اللي ماتت. قالوا لي اش قالت لك؟ قال لهم قالت لي واش تعاوني نديروا واحد الخير. قال لهم قلت لها مرحبا، وهي تعطيني واحد ميكه صغيره فاش عشوه مطحونين، وقالت لي باللي صاحبه وسيمه وراجل خالد عندهم التابعه اللي معكسه ليهم كاع حياتهم، وباللي هاد العشوب هما اللي خادوهم، ولكن الفقيه وصاهم باش شي واحد اخر من غيرهم هو اللي يديرها لهم في الماكله، ولا ما غاديش يعطي داكشي النتيجه. الدري الصغير قال البوليس انا تيقتها، حيت فعلا هي وفوزيه كانوا صحابات من زمان، وفعلا غير شي يامات وجابت لينا وسيمه لاطه ديال الحوت الفران باش نطيبوا ليها. خليت حتى كان مول الفران كيصلي وخلط العشوب بشويه ديال الماء وخويتو على السردين. وهنايا البوليس قصدوا فوزيه، كانت ساكنه في نفس الحي اللي كانوا ساكنين فيه الضحايا. سقسوا على وسيمه، قلت لهم كبرنا مع بعضياتنا في نفس الحي وقرينا مع بعضياتنا، بيني وبيننا غير الخير والاحسان. قالوا لي البوليس بينك وبيننا غير الخير والاحسان ياك؟ ها يلا معنا فويزيه، يلا معنا حتى حنا نسولوك شي شويه. ملي تمنعت الشقال ديالها دارت بوم في الدرب، بغيتهاش بزاف، وجاو العائله ديال خالد ووسيمه قالوا البوليس باللي فوزيه دابزت مع خالد وحتى وسيمه شحال من مره، وباللي شاكين فيها هي صاحب دعوتها. علاش لا؟ البوليس فاش تعمقوا في التحقيق عرفوا باللي فوزيه كانت عندها علاقه مع خالد قبل ما يتزوج بصاحبتها وسيمه، ولكن اللي ما فهموش البوليس هو علاش فوزيه غادي دير داكشي صاحبتها وراجلها من بعد ما دازت عليهم شي عام وصرف على عرسهم، خاصه ان وسيمه حامله في الشهر السابع. يعني كون فعلا كانت بغات دير لهم شي حاجه كون دارت لهم فاش كانت ديك الساعه كاهيه عليهم وفي ايامات ديال العرس ديالهم، ماشي حتى دوز عليهم عام. البوليس ضغطوا على فوزيه بزاف في التحقيق، وهي اصلا كانت خايفه وتالفه ليها الهضره. فاش عرفت ان الدري الصغير راح تعرف لهم بكل شيء شافت حتى عيات وهي تعترف اليوم بكاع داكشي اللي كاين، وبدات كتبكي. قالت لهم باللي فاش تعرفت على خالد يلا كانت عندي 15 عام وبقيت معاه 7 ديال السنين، هو كيدور بيا في الطرقان والزناقي، وكل نهار كيقول لي غادي نخاطبك، غدا غادي نخاطبك، بعدو غادي نخاطبك. قالت لهم باللي الدرب كان كامل عارفنا باللي مصاحبين، وسيمه هي اكثر وحده كانت عارفه العلاقه ديالي بخالد، وكانت هي اللي كتصلحنا فاش كنتخاصموا. قالت لهم باللي خالد غير لقى الخدمه وبنادارو ويقلب وجهه عليها ولا كيضربها بالسبه غير باش تكرهو ويجي الفراق منها، ولكن هي كانت كتصبر ليه. شاف حتى عيا خالد وواجه نيشان وقال لها خاصنا نتفارقوا، ما بقيتش بغيت نتزوج بيك بلا ما تبقاي تضيعي وقتك وتسني فيا. قال لها سيري غير الله يجيب لك ما احسن مني، ومشاو خلاها. قالت فوزيه البوليس بلي دازت واحد المده قصيره ويخطب خالد، ولكن ماشي الخطبه هي اللي صدماتها، كانت العروسه هي اللي صدماتها ديال بصح، حيت كانت خطيبته هي صاحبتها وسيمه. قالت فوزيه بان ما عقلات على راسها حتى دخلات عندهم وحيحات عليهم كاملين، خرجوا غير لعائلتها. كتقول فوزيه باللي جاو افكار باش تنتقم من خالد وصاحبتها وسيمه، ولكن حاولت تشد في راسها وتلعن الشيطان، ومن بعد ديك الصدمه حاولت تلاهي راسها في شي حاجه باش تنساه شويه، وفعلا خدمات في واحد المخبازه ودازت 6 ديال الشهر وبدات كتنسى حتى تزوج خالد بوسيمه ودار العرس. هي ناعسه وكتسمع في العرس ديالو وكتفكر ديك 7 سنين اللي ضحك عليها فيها، وهي ترجع حقدات عليه اكثر، ولكن قالت مع راسها خلينا نخرجوا من حياتي في مره وننساه. كانت فوزيه من الدار الخدمه ومن الخدمه للدار، ومن بعد عام غادي تلاقى فوزيه بصاحبتها وسيمه في واحد العرس، وكانوا جالسين في نفس الطابله تحط العشاء. وسيمه قالت لخت العروسه اش كتسناي حتى انت ديري لنا شي عراسيه فاعله تاركه. هنايا خت العروسه ما عجباش الحال وقالت لوسيمه الا هاد العريس ما غادي يتزوج بيا حتى يتفلى على بنات الناس ما عندي ما ندير بيه، نبقى في دارنا احسن ليا. وسيمه تقرصات بزاف من هاد الهضره وحسات براسها راه كتدق على خت العريس، وهي تشوف صاحبتها فوزيه اللي خدات ليها اللي كان باغي يتزوج بها، وضحكات بحال اللي كتشفى فيها وقالت ماشي مهم مع من كان وعلى من تفلى، المهم عندي هو انه عطاني قيمه حيت مربيه وما شيطاش على راسي بحال شي ناس. فوزيه جات هاد الهضره بحال الموس في قلبها وهي تحلف فيها هاد المره حتى تنتقم منها
مشات عند واحد السحاره فوزيه وقالت ليه بغيتك تصاوب لي شي حشوب اللي فرشك الشمل ديال صاحبتي مع راجلها ويبقاو بجوج في الدروبه بحال الحمى. السحاره دارت واحد الحشوب ووصات فوزيه باش ترشهم ليها في الماكله. فوزيه ما لقات حتى شي طريقه توكلهم بها، ما بان لا غير في داك الدري الصغير اللي خدام على الفرناتشي كان على نيته، ودغيا تاق فيها عطاتو 20 درهم ودار اللي دار. فوزيه كتحلف وتعاود بلي ما كانش ناويه تصفيها ليهم، كانت باغيه غير تشوفهم فارقين باش قلبها يبرد من العافيه اللي شاعله فيها، وباللي نسات ما وصاش داك الدري الصغير يدير غير شويه وماشي كلشي، وليني هو دار داكشي كامل. وقع على وقع، ومن بعد الحكم والاعتراف ديالو تحكم على فوزيه بالتهمه ديال القتل غير العمد، ضربوها ب7 سنين وغرامه ماليه 10,000 درهم، والسحاره تحكم ب5 ديال السنين بتهمه السحر والشعوذه والنصب وغرامه ماليه قدرها 5,000 درهم، والدري الصغير تحكم ب6 ديال الشهر وحيت باقي صغير دوز غير في الاصلاحيه. ومول الفران خرج براءه. الله يحفظكم الخوت من هاد النوع وصافي، وليني الانسان يكون راجل وما يتفلاش على بنات الناس، واللي بغى ياخد الاصل. وما تخافوش راه كل شيء بيد الله، الارزاق ولا رزق الزواج ولا الذريه الصالحه ولا شي خديمه راه ان شاء الله غادي ياتيك بها الله في الوقت اللي مكتاب لك فيه. غير صلي ودعي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اسالك باسمك العظيم الاعظم ان ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وغنني بفضلك عمن سواك. الله يسهل لكم اخوتي. هنا الخوت كتسالي الحلقه ديال هذا النهار والقضيه ديال هذا النهار. شوفوا في حلقه اخرى وفي قضيه اخرى. الله يسر لكم.